عمرك حسيت ان قطتك او كلبك فاهمينك، مش بس بيستجيبوا للاوامر لكن فاهمين احساسك وكلامك؟ طب هل الحيوانات فعلا بتفهم البشر؟ ممكن الاجابه تكون مدهشه اكتر مما تتخيل، وده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. اوكي، خلينا نبدا في الاول بتوسيع فكره فهم الحيوانات للبشر. الحيوانات بتفهمنا بناء على الاشارات اللي بنصدرها ليها، زي نبره الصوت ولغه الجسد وحتى المشاعر. لكن هل ده معناه ان هم بيفهموا كلامنا اللي بنقوله حرفيا؟ هنتكلم في الاول عن الحيوانات البريه، وهندي مثال زي الاسود والفيله اللي بيستخدموا الاشارات البصريه والصوتيه في التواصل مع بعض. اما بقى الحيوانات الاليفه زي الكلاب والقطط، دول بيعيشوا مع البشر فتره طويله جدا، وده بيؤثر في قدرتها على التفاعل بشكل اقرب للبشر، خصوصا لو انت اقتنيت الحيوان ده وهو لسه صغير، سواء اتولد عندك او انت تبنيته من وهو لسه صغير وهو لسه مولود قبل ما يستكشف العالم الخارجي. في دراسات اثبتت ان الكلاب بتقدر تفهم الكلمات المختلفه بناء على نغمه الصوت ومده نطق الكلمه، وعندهم القدره بربط الكلمات بالمواقف. في دراسه اتعملت من جامعه ديوك على كلب اسمه الشيزر، وتم توثيق انه قدر يتعلم 1000 كلمه. واحده من النظريات الاكثر اثاره ان الحيوانات مش بتفهم اللغه زي البشر، لكنها بتقدر تفهم المشاعر. وفي دراسه نشرت في كارنت بيولوجي اظهرت ان الكلاب بتقدر تقرا ملامح وجه الانسان، وتقدر تميز اذا كان سعيد او حزين. واعتقد كلنا شفنا قبل كده امثله لفيديوهات منشوره على السوشيال ميديا لناس بتعمل فيديوهات مع الحيوانات بتاعتها وبيمثل انه حزين او بيعيط، وفعلا الكلب بيبدا يتفاعل مع الشخص ويبدا يزعل معاه ويحس بتعاطف تجاهه. وده بيخلينا نفكر، هل الكلب بيقرأ وجهك قبل ما يسمعك؟ يعني هل هو بيشوف تعابير وشك وبيحللها وبعدين يبدأ ينتبه ويسمع للكلام اللي انت هتقوله او للأوامر اللي هتديها له؟ تجربة تانية اتعملت في الستينات على حيوان الشمبانزي، وكشفت قدرتهم في تعلم لغة الإشارة. شمبانزي اسمه واشو قدر انه يتعلم حوالي 350 إشارة، وده دليل ان الحيوانات تقدر تتعلم وسائل جديدة للتواصل مع البشر، ولكن بتكون بحدود. القطط او البسس، رغم ان القطط معروفة بالاستقلالية لكنها عندها استجابة خاصة لصوت صاحبها. في دراسه اتعملت في جامعه طوكيو اثبتت ان القطط تقدر تفرق ما بين صوت صاحبها وبين صوت شخص غريب، وده بيطرح تساؤل: هل القطط بتفهم الفرق في العلاقات ولا بتستجيب بس للصوت المألوف او الصوت اللي هي متعوده عليه؟ طب خلينا نتوسع اكتر ونتكلم عن الدلافين. الدلافين عندها القدره ان هي تفهم اوامر معقده جدا، وكمان التفاعل بشكل استثنائي مع البشر. العلماء اثبتوا ان هي بتقدر تتعلم من خلال اشاره الايد، وحتى فهم التسلسل المنطقي للاشارات، زي ما بنشوف العروض اللي بتحصل في السيرك، ان انت ممكن تديله تسلسل اشارات وهو بيقدر يتفاعل معاها كلها مهما كانت معقده. تاريخيا الحيوانات كانت دايما جزء مهم في حياه البشر، وخصوصا في الحضارات القديمه زي المصريين القدماء، كانوا بيقدسوا حيوانات زي القطط لدرجه العباده. وده ما كانش بس عشان شكلها، لكن عشان اعتقادهم ان الحيوانات بتفهم وبتحس بالبشر على مستوى روحي اعمق. حتى في الاساطير الحيوانات كانت دايما مرسال ما بين البشر وما بين العالم الاخر. طب خلونا نرجع للوقت الحاضر، وخلينا نتكلم عن استخدام الحيوانات وتحديدا الكلاب في الاعمال البوليسيه. وده مش بس بيعتمد في قدرتهم على تتبع الروائح، ولكن كمان في فهم الاشارات والارشادات من البشر في مواقف معقده، زي انه يدور على شخص مفقود مثلا. الحيوانات بتقدر تقرا مشاعرنا بشكل غريزي. في دراسه عملتها جامعه لينكولن في انجلترا، لقوا ان الكلاب بتقدر تفصل ما بين الاصوات السعيده والاصوات الغاضبه، وبتتفاعل بشكل مختلف مع كل نوع من الاصوات. يعني مش بس بتفهم الاوامر، لكن كمان بتفهم الحاله النفسيه للبشر. كمان الدلافين عندها القدره على التفاعل العاطفي مع البشر، وده حصل كتير في حوادث موثقه. في دلافين انقذت بشر من الغرق بدون اوامر، يعني بدون ما شخص يامرها ان هو يروح ينقذ الشخص ده، بس الدولفين شاف انسان بيغرق وهو من نفسه اخذ القرار وراح انقذه. ويعتقد العلماء ان ده بيعكس نوع من التعاطف الفطري مع البشر. كل الاشياء والعوامل دي طرحت اسئله كتيره. هل كل اللي بنشوفه من الحيوانات هو استجابه غريزيه ولا تدريب، ولا ممكن يكون في فهم اعمق للموضوع؟ دي كلها تساؤلات لا زالوا العلماء بيحاولوا يلاقوا لها اجوبه الى يومنا الحالي. الحقيقة في الآخر إن الحيوانات بتفهمنا سواء بطريقة أو بأخرى. مش شرط تفهم كل كلمة بنقولها حرفيا، ولكن عندها قدرة على قراءة مشاعرنا والتفاعل معانا. وأعتقد ده وقت مناسب إن أنا أنوه إنك لازم تتعاطف مع الكائنات دي، لأنها بتفهم وبتحس. لازم تهتم بيها سواء أنت شخص مربيها أو شخص بتتعامل معاها في الشارع. إنك تعرف حيوان أو تخوفه ده شيء هو بيشعر بيه وبيحس بيه. تخيل هو بيبقى شايفك كده كائن شرير كبير قذر قاعد بيخوفه أو بيحاول عليه، وهو مدرك ومستوعب ده. اي نعم احنا مش عارفين هو مدرك الى اي حد، ولكنه في الاخر كائن ضعيف عنده مشاعر وبيحس بالالم وبيحس بالحزن وبيحس بالخوف. فحتى لو انت شخص وشفت انسان
في حيوان لازم تاخد خطوة وتمنع الشخص ده، لأن ده مش موقف عادي، دي فعلا روح وبتتأذي. بس يعني ده كان تنويه حابب إن أنا أقوله. ودلوقتي السؤال ليك أنت، هل حيوانك الأليف اللي أنت مربيه سواء كان كلب أو قطة أو أيا كان هو إيه بيقدر يفهمك؟ اكتب لنا إيه الموقف اللي حصل لك اللي حسيت فيه إن حيوانك فعلا فاهمك، اكتب لنا تحت في الكومنتات. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. شكرا جدا إنك كملت الفيديو لغاية دلوقتي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تنزل تعمل اشتراك. باي ذا واي يا جماعه، 90% من الناس اللي بتتفرج عليا مش عامله اشتراك في القناه، فيا ريت تنزل تعمل اشتراك في القناه تحت. اضغط على زرار الاشتراك ده، اضغط عليه كده هيتحول من الاحمر للابيض، وفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار. ويا ريت كمان تعمل لايك على الفيديو عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وده الانستجرام بتاعي، روح اعمل لي فولو هناك، بنزل محتوى مختلف تماما على الانستجرام بتاعي. اتاكد انك عامل لي فولو هناك. and yep that's it. واشوفكم في حلقات قادمة. See you later.